مرحبا، وصفتنا اليوم منزلة الباذنجان. جبت هذا الباذنجان الزهر لأنه ما بيشرب زيت، وبعدين قطعته بشكل طولاني أو حسب الشكل اللي بدكن إياه، وضفت له رشة كركم للنكهة وللفائدة، وبعدين قليته بزيت غزير والكمية حسب الرغبة. بعدين برشت البندورة بالبراشة الكهربائية، أو إذا بتحبوا تقطعون قطع صغيرة ما في مشكلة. بطنجرة على النار حطيت زيت زيتون، وضفت عليه البصل وتركتهم لحتى يدبلوا. ضفت عليه ثوم مقطع للشرائح، وبعدين زدت عليهم الفلفل الملونة وتركتهم لحتى يدبلوا، وضفت عليهم معلقة دبس فلفل صغيرة ومعلقة دبس بندورة كبيرة، وحركتهم منيح لحتى تدبل الفلفلة. وبعدين زدت عليهم ملح حسب الرغبة، وزدت البندورة المبروشة، وتركت البندورة لحتى تتعقد منيح. وبعد ما عقدت البندورة منيح سقطت عليه الباذنجان المقلي وتركتهم 10 دقايق. جربوها ورح تعجبكن كتير.